بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طلاب الصف الرابع الابتدائي هنتكلم مع درس من دروس الدراسات الاجتماعية، رموز بلدي. رمز من رموز البلد العلم. ايه هو العلم؟ رمز لكل بلد يعبر عن، احفظ معايا كده، رمز لكل بلد يعبر عن ايه؟ حاجتين: تاريخها وتراثها. رمز لكل بلد يعبر عن تاريخها وتراثها. طيب علم مصر شكله عامل ازاي؟ علم مصر شكله مستطيل. طيب في كم لون؟ فيه 3 ألوان، ولكل لون معنى معين. علم مصر 3 ألوان: أحمر وأبيض وأسود، وفي النص موجود النسر اللي هو بنقول عليه نسر صلاح الدين، وده لونه ذهبي. بس لما يجي يقول لي شكل علم مصر مربع مستطيل دايرة، هقول له مستطيل بيتكون من كم لون؟ 3 ألوان. طيب تعالى بقى كده نتكلم شوية عن العلم الجميل بتاعنا ده. هو اللون الأحمر معناه إيه؟ قال لي ده بيعبر عن دم الشهداء من أجل الحرية. الناس اللي كانت بتدافع عن البلد وكانت بتموت، فكانوا بيتعوروا هما بيموتوا مثلا والدم بتاعهم أحمر، فإحنا قلنا اللون الأحمر ده في العلم يعبر عن دم الشهداء من أجل الحرية. طيب اللون الأبيض معناه إيه؟ قال لي ده معناه السلام، يبقى يعبر عن السلام. طيب اللون الأسود، قال لك أصل مصر دي كانت اتعرضت للاستعمار، فكان في دولة تانية استعمرتنا واحتلتنا، فإحنا هنقول إن اللون الأسود ده بيعبر عن الظلم وفترة الاستعمار. طيب ماشي. امال النسر ده ايه؟ قال لك ده نسر صلاح الدين، وده يعبر عن القوة، ولونه ذهبي، اصفر ذهبي. طيب ماشي، يبقى احنا كده اتكلمنا عن العلم وعرفنا العلم ده هو عبارة عن ايه. قال لي العلم رمز لكل بلد يعبر عن ايه؟ يعبر عن تاريخها وتراثها. طب شكله ايه؟ شكله مستطيل، يتكون من كم لون؟ 3 ألوان: احمر ابيض اسود. طب اللون الاحمر معناه ايه؟ دم الشهداء. اللون الابيض معناه ايه؟ السلام. طيب اللون الاسمر ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه الظلم اللي احنا تعرضنا له في فترة الاستعمار. طيب النسر ده ايه؟ قال لك النسر ده هو رمز القوة، واحنا مستمدينه من نسر صلاح الدين الايوبي. طيب النشيد الوطني، مش انت لما بتيجي تحيي العلم في المدرسة بتغني نشيد بلادي بلادي؟ تعالى اقول لك بقى مين اللي كتب النشيد ده، مين اللي ألف الكلمات بتاعته، ومين اللي عمل الموسيقى بتاعت النشيد. اللي عمل الكلمات واحد اسمه محمد يونس القاضي. حفظت اسمه؟ محمد يونس القاضي. طيب اللي لحن النشيد، الموسيقار اللي عمل الموسيقى بتاعت النشيد، سيد درويش. طيب انت لما بتيجي تحيي العلم بتشوف العلم فين؟ قال لي بشوف العلم فوق المدرسة. يعني فوق المنشآت الحكومية يا أستاذ؟ تمام يا مستر، فوق المنشآت الحكومية. طيب وفين كمان؟ بتلاقيه مرسوم على الطيار، على وسائل النقل الدولية. طيب وفين كمان يا مستر؟ قال لي هتلاقيه فوق الوزارات. طيب يبقى انا هلاقيه فوق الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفين كمان؟ قال لي في الاماكن السياحية والمؤتمرات والمناسبات الرسمية. وفين كمان؟ على وسائل النقل الدولية مثل الطيارة، هتلاقيه مرسوم ورا خلاص اهوت. طيب ماشي. تعرف بقى تقول لي يا شطور وانت بتحيي العلم تقف تلعب كده وما تديش اهتمام وتقدير للعالم، ده صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. طيب المفروض اعمل ايه اثناء تحية العلم؟
او اعمل ايه مع العلم بتاع بلدي؟ المفروض يا استاذ يا صغير انت يا اللي في سنة رابعة تقف باحترام اثناء تحية العلم. وانت يا دكتورة يا اللي في سنة رابعة المفروض كمان اللي انت ما تكتبيش على العلم او ترسمي عليه. وكمان المفروض العلم ده ما يلمس الارض، يبقى واقف عالي ترفعه عاليا وتحافظ عليه. وما تنفعش اللي انت تقطعه او تحرقه. يبقى في 5 حاجات المفروض تعملها مع العلم بتاع بلدك. تقف باحترام اثناء تحية العلم، وايه كمان؟ عدم الكتابة والرسم عليه، وايه كمان؟ عدم رفعه عاليا وعدم لمسه للارض، وايه كمان؟ المحافظة عليه، وايه كمان؟ عدم تمزيقه او حرقه. طيب في حاجة يعني لو حد عمل حاجة حرق العلم او حاجة في عقوبة هيتعاقب بيها؟ قال لك في الدستور بتاع 2014، الدستور بتاع مصر اللي انكتب في سنة 2014 بيقول اي حد يهين العلم يقف عليه ويرميه في الارض او يحرقه او يقطعه او يهين العلم باي شكل من الاشكال القانون هيعاقبه. طيب ماشي. وبكده نكون خلصنا نص درسنا النهاردة، ونكمل بقية الدرس اللقاء القادم. إلى لقاء قادم طلاب الأعزاء.